بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي أبطال سنة رابعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وسعادة. هنبدأ مع بعض الدرس الثاني اللي في المفهوم الأول، التكيف والبقاء. هنبدأ ننشط نفسنا كده بسؤال: الكائنات الحية لو ما قدرتش تتكيف على ظروف البيئة الصعبة بتاعتها القاسية، هتقدر تكمل على قيد الحياة؟ يعني مثلا الطائر البطريق لو ما كانش عنده الريش الكثيف وطبقة الدهون، كان هيقدر يعيش في المناخ الصعب اللي في القارة المتجمدة الجنوبية؟ لا، ما كانش هيقدر. يبقى إذا لم تتمكن الكائنات الحية من التكيف مع الظروف البيئية القاسية، هتعمل إيه؟ هيحصل لها إيه؟ هتنقرض. يعني إيه تنقرض؟ يعني تنتهي. يعني إيه؟ يعني ممكن لو البطريق ما قدرش يتكيف هيحصل إيه؟ مش هنلاقي ولا بطريق في الدنيا، خلاص هينتهي النوع ده خالص. يبقى التكيف ده بيميز الكائن الحي وبيساعده على ايه؟ البقاء على قيد الحياة. طب هو التكيف ده ليه انواع يا ابطال؟ يعني ولا هو تكيف وخلاص؟ لا، التكيف ده ليه نوعين. ايه هي الانواع بتاعته؟ قال لي حاجة اسمها التكيف التركيبي وحاجة اسمها التكيف السلوكي. يعني تكيف تركيبي وتكيف ايه؟ سلوكي. طب يعني ايه تكيف تركيبي؟ تكيف تركيبي ده يعني متركب في جسم ايه؟ الحيوان او احد اجزاء جسم الحيوان. يعني ربنا خلقه في جسمه يقدر يعمل التكيف ده. طب التكيف السلوكي، سلوك يعني تصرف او طريقة تصرف. انا لما اشوف واحد زميلي واقول ده سلوكه كويس، سلوكه جميل، بيسمع الكلام ويعمل، يعني هو تصرفه جميل. يعني دي حاجة مش في جسمه، لا مش دي حاجة، تصرفه هو. يبقى التكيف السلوكي ده تكيف عن طريق تصرف الحيوان بيعمله او الكائن الحي بيعمله علشان يعمل ايه؟ يتغلب على الظروف البيئية، يعني ملوش علاقة بجسمه. طيب ناخد امثلة. نبدأ بالتكيف التركيبي. التكيف التركيبي، شايفين الصورة دي يا ابطال؟ اهو ربنا خلق للبطة الجميلة دي رجلين تساعدها على العوم. لو حد فيكم شاف رجلين البطة هيلاقيها عاملة زي الايه؟ عاملة زي المجداف بتاع المركب كده، تقدر تعوم بسهولة، تضرب برجلها في المية فتتحرك. يعني صوابعها مش ملزقة في بعضها بشكل ان في كده ايه؟ طبقات بين صوابعها جلد تخليها تزق المية وتعوم ايه؟ بسهولة. يبقى ارجل البط دي جزء من جسمها ولا لا؟ يبقى ده تكيف تركيبي، ربنا خالق لها جسمها في ايه؟ الصفة دي. طيب ايه تاني؟ قال لي برضو انت لو بصيت على شكل المنقار بتاع بعض الطيور بيبقى المنقار بتاعها ايه؟ لو طير مفترس مثلا زي النسر او الصقر، تلاقي المنقار بتاعه مدبب. ليه؟ علشان يقدر يتغذى بسهولة ويصطاد ويبقى على قيد الايه؟ الحياة. طب وايه كمان؟ تكيف تركيبي يا ابطال. فاكرين طائر البطريق؟ مش كان تحت جلده كده طبقة دهون عشان ايه؟ يحتفظ بدفء جسمه. طب هو ده جزء من جسمه ولا ده تصرفه؟ لا، ده جزء من جسمه. يبقى ده تكيف ايه؟ تكيف تركيبي. طيب ايه كمان تكيف تركيبي؟ شكل قدم الجمل اللي بيمشي في الرمل، ربنا خلق رجله تقدر انها ما تختصش وتغوص في الرمل. احنا لو في حد فينا بيروح المصيف بيلاقي ان رجله بتغرس في الرمل، لا، الجمل ربنا خلق له رجله تكيفت انها تبقى مسطحة شوية عشان كده تقدر ايه؟ تمشي في الصحراء ولا يهمه ولا رجليه تغرز ولا اي حاجة. يبقى اذا يا ابطال التكيف التركيبي ده تغير يحدث في تركيب جسم الايه؟ الحيوان. ده حاجة في جسمه ملوش علاقة بتصرفه هو أو سلوكه هو. طيب التكيف السلوكي بقى أمثلته إيه؟ في مواسم ساعات بتحصل جفاف، يبقى في بيئة فيها مية في نص السنة مثلا والنص التاني ما فيهاش مية، ساعتها الطيور بتعمل هجرة الطيور، يعني بتسيب المنطقة دي وتروح ايه؟ منطقة تانية. ساعات المنطقة دي بتبقى برد في الشتاء قوي، فالطيور تعمل ايه؟ تهاجر لمنطقة دافية. هو ده في جسم الطير نفسه ان حاجة في جسمه ان هو بيهاجر؟ لا، ده تصرفه، هو خد قراره ان هو بيهاجر في الفترة دي. يبقى ده تكيف ايه؟ سلوكي يطرأ على ايه؟ على مجموعة من الحيوانات. ايه كمان امثلة التكيف السلوكي؟ الخفاش ما بينزلش بالنهار خالص، بينشط بالليل. هو ده سلوكه كده. هل ده ليه علاقة بجسمه؟ لا، ده سلوكه كده. طب وايه كمان؟ البطاريق دايما بتتجمع
فين؟ في مجموعات ضخمة زي ما احنا شايفين في الصورة كده. ليه؟ تساعد بعضها وتحمي بعضها وتتغذى مع بعضها وكده. هل ده في جسم البطريق؟ لا، ده قرار او سلوكه هو كده، يبقى ده تكيف ايه؟ تكيف سلوكي. طب ايه كمان؟ الكائنات الحية اللي بتستخبى في الجحور زي ايه؟ زي الثعالب كده، كانوا بيدوروا على جحور ويستخبوا فيها. ليه؟ هو ده في جسمهم؟ لا، هم سلوكهم فكروا وراحوا ايه؟ استخبوا في الجحور دي علشان يحموا نفسهم. يبقى دلوقتي الثعلب بيعمل التكيف ده تكيف سلوكي ولا تكيف تركيبي؟ تكيف سلوكي. طب انا هديلكم مثال كمان مثلا على التكيف ايه وتقولوا لي ده تكيف تركيبي في بالكم كده ولا تكيف سلوكي. ارجل البطريق، أرجل البطريق اللي فيها الأوعية الدموية اللي بتلف على بعضها، دي تكيف تركيبي ولا تكيف سلوكي؟ لا، ده تكيف تركيبي عشان جسمه أصلا كده، إن هو إيه؟ ربنا خلقه كده. طب تعالوا يا أبطال نشوف كده بقى ونفهم مع بعض الفرق بين التكيف التركيبي والتكيف السلوكي لبعض الإيه؟ الحيوانات. هنمسك حيوان ونسأله كده ونشوف التكيف بتاعه عامل إزاي. ثعلب الفنك، ثعلب الفنك ده وده الثعلب القطبي، ده فيهم شبه من بعض، بس ده عايش في منطقة بيعمل تكيف بطريقة معينة، وده عايش في منطقة تانية بيعمل تكيف بطريقة معينة. ومن اسمه ومن الفراء الايه السميك الابيض ده باين خالص ان هو ايه؟ قطبي، يعيش في مناطق قطبية. وده من لونه كده نحس ان هو ايه؟ يعني لون الارض جنبه تحس انه عايش في الصحراء. ثعلب الفنك بيعيش فين؟ في الصحراء الحارة الجافة. طب الثعلب القطبي يعيش في صحراء التندرة الباردة الجافة. يعني ده بيعيش في صحراء حارة وده بيعيش في صحراء باردة، دي جافة ودي جافة. يعني ده بيعيش في الصحراء الحارة الجافة والثعلب القطبي بيعيش في صحراء تندرة الباردة الجافة. طب تعالوا نشوف كده هم بيعملوا تكيف ازاي واحنا نقول عليه سواء اذا كان تكيف تركيبي او تكيف ايه؟ سلوكي. هنسأل ثعلب الفنك انت بتعمل تكيف ازاي؟ قال بص للودان بتاعتي، الاذان الطويلة. الأذان الطويلة دي بتساعدك في إيه يا ثعلب الفنك؟ الأذان الطويلة ثعلب الفنك بتساعده على فقد الحرارة، بتبرد له جسمه. إزاي؟ فاكرين يا أبطال البطريق كان بيدفي رجله إزاي؟ عن طريق الأوعية الدموية. إزاي؟ إنها بتلف حوالين الدم البارد وإيه؟ وتدفيه. لا بقى ده العكس خالص، لأن ده عايش فين؟ في صحراء حارة جافة. طيب هي إزاي؟ الأذن الطويلة بتساعده على فقد الحرارة. دم بيمشي في الأذن فيبدأ يخبط فيه الهواء ويهوي عليه فيبرد الدم ويبدأ يدخل جسمه. بعد ما كان سخن يرجع بارد، يجي الدم السخن تاني يمشي فيه ايه؟ في الأذان الطويلة، بعد كده يرجع يتبرد من الهواء. يعني عكس الايه؟ البطريق. يبقى الأذان الطويلة لثعلب الفنك بتساعده على فقد الحرارة لتبريد جسمه. طيب وايه كمان يا ثعلب الفنك بتعمله علشان تعمل تكيف؟ قال لي انا ربنا مديني فراء بني، فراء بنية اهي زي ما احنا شايفين في الصورة. الفراء البنية واللون بتاع الارض بنية ده ما بيفكركوش بحاجة يا ابطال؟ ده بيفكرنا بالتخفي. يعني هو بيقدر يعمل تخفي في البيئة الرملية الصحراوية علشان ايه؟ يعرف يصطاد الفرائس ومحدش يفترسه. طيب الفراء البني ده بيعمل لك حاجة كمان يا ثعلب الفنك؟ قال انه كمان بيحميني من الشمس الحارقة، اصل الجو في الصحراء هناك حر جدا جدا جدا. طيب ازاي بتحميك من الحرارة الحارقة؟ لان زي كده ايه؟ زي حاجة هو لابسها اول يعني اشعة الشمس ما بتأذيش الجسم بتاعه. طيب دي تكيفات ايه يا ثعلب الفنك؟ دي تكيفات ربنا خلقها في جسمك، يعني انت كده بتستخدم صفات جوه جسمك. يبقى اذا دي تكيفات تركيبيه. يبقى ايه هي التكيفات التركيبيه لثعلب الفنك؟ اول حاجه الاذان الطويله، وتاني حاجه ايه؟ الفراء البنيه. طيب انت بقى بتعمل تكيف سلوكي. قال ان في ايه؟ في عز الحر ده اثناء النهار انا ما بقدرش استحمل الشمس، فببحث عن ايه؟ ببحث عن جحور اعيش فيها. يعني ايه جحور؟ يعني بيوت كده
ايه جوه الرمل، يدخل جواها يستخبى من حرارة الايه الجو. يبقى ثعلب الفينيك بيعيش في جحور ليحافظ على برودة جسمه اثناء النهار. اثناء النهار بس، ما هو بالليل الجو مش بيبقى ايه، مش بيبقى حر. طيب يبقى اذا ده تكيف ايه يا ثعلب الفينيك؟ ده تكيف سلوكي، لان ده ملوش دعوة بالجسم بتاعه. طيب وبتعمل ايه كمان يا ثعلب الفينيك علشان يكون تكيف سلوكي؟ قال انا بعمل زي الكلب بالظبط. ازاي؟ احنا يا ابطال لو شفنا الكلب هنلاقيه بيقعد ينهج 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 بسرعة رهيبة، ويطلع لسانه بره وينهج، بيعمل حاجة اسمها اللهس، بيلهس. يلهس يعني ايه؟ يعني ينهج بيتنفس بشكل سريع جدا، لدرجة انه ممكن يعمل 700 نفس في الدقيقة الواحدة. طب والتنفس السريع ده هيفيدك بايه يا ثعلب الفينيك؟ قال ان ده انا بدخل الهواء بارد شويه واطلع الهواء السخن اللي في جسمي، فبحافظ على ايه، بروده جسمي، مثل الكلاب بالظبط. الكلاب كمان بتعمل كده، اول ما على طول جسمهم سخن فيبداوا ينهجوا ينهجوا ينهجوا، يطلعوا كل الحراره من جسمهم وايه، ويدخلوا هواء ابرد شويه من اللي كان جوه، بمعدل 700 نفس في الدقيقه. ايه ده؟ يعني انت يا ثعلب الفينيك بتعمل 2 تكيف تركيبي و2 تكيف سلوكي. اول حاجة انك اذانك طويلة، تاني حاجة بتمتلك فراء بنية، دي التكيفات تركيبية. وتكيفات سلوكية ايه؟ بتعيش في جحور، وكمان بتعتمد على اللهس زي ايه، مثل الكلاب. طيب نشوف بقى ابن عمه الثعلب القطبي، ونشوف اللي شكله جميل وامور ثعلب القطبي ده. انت بتعيش فين يا ثعلب يا قطبي؟ قال انا بعيش في صحراء تندرة. صحراء التندرة دي باردة وجافة، يعني عكس الفينيك تماما. طيب ايه بقى التكيفات اللي انت بتعملها يا ثعلب يا قطبي؟ قال انا لو بصيت للاذان بتاعتي هتلاقيها اذان ايه، قصيرة، مش زي ثعلب الفينيك. اهو شايفين الفرق يا ابطال؟ طب وايه كمان؟ وقال السيقان، الرجلين بتاعتي قصيرة، مش زي برضو ثعلب الفينيك. طب ده هيفيدك في ايه يا ثعلب يا قطبي؟ قال ان دي بتساعدني على الدفء، يعني انا جسمي صغير فالدم ايه، مش هيروح يجري فيه فيتبرد اكتر زي الثعلب الفينيك اللي محتاج دمه محتاج جسمه يبرد. لا ده انا عايز دفء، انا عندي الدنيا باردة جدا. فهو قال ايه؟ قال انا عندي اذان صغيرة قصيرة وسيقان قصيرة عشان ايه، تساعدني على الدفء. طب وايه كمان؟ قال لي شايف الفراء الابيض الجميل بتاعي ده؟ الفراء ده كثيف جدا، كثيف جدا كده، عامل زي فراء الدب القطبي. ليه؟ عشان يساعدني على التكيف مع الجو البارد اللي في صحراء التندرة ده، يدفيني. طب هي الحرارة عندك برد قوي يا ثعلب يا قطبي؟ قال ده الحرارة بتوصل في فصل الشتاء ل50 درجة تحت الصفر. يعني ايه 50 درجة تحت الصفر؟ عارفين يا ابطال الفريزر ما بيوصلش النص الدرجة دي، الفريزر ما يوصلش اكتر من 25 درجة تحت الصفر او 30 درجة تحت الصفر، الفريزرات اللي في بيوتنا. يعني ده عايش في جو اكتر من الفريزر، ضعف الفريزر، فمحتاج فراء كثيف قوي عشان هيحافظ على دفء جسمه. طب وايه كمان؟ قال لي خلي بالك انا لوني بيتغير، لان احنا عندنا في صحراء تندرة دي في الصيف غير الشتاء. ازاي؟ قال لي في الصيف الدنيا بتتحول لايه، الثلج بيذوب وبيتحول لوني زي لون البيئة. طيب انت لونك في الصيف بيبقى ايه؟ قال لي بيبقى لوني بني زي ثعلب الفينيك. ليه؟ لان انا بعوز اعمل تخفي، والبيئة بتاعتي بتتحول في الصيف لايه، للون بني لما بيذوب الايه، الثلج. فانا ساعتها عاوز اتخفى. ليه؟ عشان اتسلل للفرائس. عشان كده انا ايه، بحتاج ان انا اغير الفراء بتاعي. طب هو تغيير الفراء ده يا ثعلب يا قطبي بيبقى ربنا مديهولك في جسمك ولا ده سلوكك؟ قال لا دي حاجة انا مخلوق بيها، ده ايه، في البنية بتاعت جسمي. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الثعلب القطبي عنده 3 أنواع من التكيف التركيبي. أول حاجة إن الأذان بتاعته قصيرة والسيقان قصيرة. طب وإيه كمان؟ تاني حاجة بيمتلك فراء كثيفة. تالت حاجة إن هو بيعمل إيه؟ بيعمل في فصل الشتاء بتكون الفراء بتاعته إيه؟ بيضاء في فصل الشتاء، وتتحول إلى بنية في فصل الصيف. ليه؟ لكي يتخفى حسب فصول السنة. يبقى ما عندوش مشكلة، الدنيا
فيها ثلج يبقى لونه ابيض، الدنيا خلاص داب الثلج يبقى لونه بني. طيب انت بتعمل يا ثعلب يا قطبي تكيف سلوكي كمان؟ قال لازم اعمل تكيف سلوكي، لان انا عندي الجو بالليل بيبقى برد جدا، فانا محتاج اعمل زي ثعلب الفنك وادور على جحور اعيش فيها فين ليلا، علشان انا ما اقدرش بالليل ابقى موجود في التلج الرهيب ده، يبقى انا بعيش في جحور ايه عشان احصل على الدفء ليلا، عكس ثعلب الفنك اللي بيعيش في جحور اثناء النهار الحر شديد فيحافظ على برودة ايه جسمه. يبقى احنا عرفنا كده التكيفات التركيبية والتكيفات السلوكية في ثعلب الايه الفنك والثعلب القطبي. قالوا لي بس استنى، ثعلب الفنك والثعلب القطبي قالوا لي احنا عندنا صفات مشتركة. ايه هي؟ قالوا ان احنا شايف شكل الاذان بتاعتنا هي مش شكل بعض، دي اذان طويلة ودي اذان قصيرة، بس عندنا قدرة على السمع قوية جدا. يعني شكل الاذان بتاعتنا ايه بيقوي حاسة السمع بتاعتنا، فبيساعدنا نصطاد بسهولة نسمع الفرائص من ايه من اقل حاجة. طب ده تكيف تركيبي ولا سلوكي يا ابطال؟ الاذان دي جزء منين من الجسم، يبقى ده تكيف ايه تركيبي. بس كده؟ قالوا لا، ده احنا كمان عندنا حاجة بنعملها شبه بعض، اللي هي ايه؟ قالوا ان احنا بناكل كل انواع الغذاء. يعني ايه؟ يعني البيئة بتاعتنا الغذاء فيها صعب شوية، سواء كانت الصحراء الحارة الجافة بتاعة ثعلب الفنك أو الصحراء الباردة اللي هي التندرة بتاعة الثعلب القطبي. ففي أوقات ما بيبقاش قدامنا غير ناكل الحاجة اللي قدامنا، سواء كانت حشرات أو فاكهة أو جذور نباتات. ده حتى بقايا الطعام اللي بيصطادها الحيوانات الأخرى الفرائس بتاعتهم بناكلها بعديهم، بناكل الإيه الباقي من الفرائس بتاعتهم. يعني دي ميزة ولا عيب؟ لا دي ميزة، لان دي بتساعدنا ان احنا نبقى على قيد الحياة. ليه؟ ده نوع من انواع التكيف. ده تكيف تركيبي؟ لا ده تكيف سلوكي، احنا سلوكنا كده، احنا بناكل كل حاجة. ليه؟ علشان في اوقات ما بيبقاش فيه انواع اكل كتير، ما قدامناش غير ان احنا ناكل حشرات في فترات، ما قدامناش ان احنا ناكل ايه غير فاكهة في فترات. طب هنعمل ايه؟ ما احنا لازم ناكل اي حاجة عشان نبقى على قيد الحياة. يبقى احنا ناكل جميع انواع الغذاء، وده تكيف ايه سلوكي. هناخد برضو يا ابطال سنة رابعة مثال كمان على التكيف ونشوف ايه الحيوان ده بيعمله، سواء تكيف تركيبي او تكيف سلوكي. عندنا حيوان اللي في الصورة ده اسمه قرش الثور. قرش الثور ايه ده؟ هو القروش انواع؟ ايوه القروش انواع كتيرة، منها قرش الثور ده بيتميز عنهم في حاجة كلهم ما بيقدروش يعملوها. يا ترى ايه هي؟ يا قرش الثور انت ايه اللي انت بتعمله مختلف عن بقية الانواع من القروش التانية؟ قال انا بقدر اعيش في المياه المالحة والمياه العذبة مع بعض. جسمي ربنا خلقه لي يقدر يتكيف ان هو يعيش في الماء العذب والماء المالح، يعني دي ميزة فريدة مفيش حد تاني من القروش عنده الميزة ديت. طب وايه كمان يا قرش الثور انت بتعمله؟ قال لي انا بعمل بقى انواع من التكيفات التركيبية وانواع من التكيفات السلوكية. طب موضوع ان انت بتعيش في المياه العذبة والمياه المالحة مع بعض ده بيفيدك في ايه؟ قال لي اولا ده تكيف تركيبي لان ده موجود في جسمي. طيب ثانيا هو بيفيدني في ان انا لما الاكل في المياه العذبة بيبقى كتير ومفيش ولا قرش تاني بينافسني، انا النوع الوحيد اللي بقدر اعيش في المياه العذبة، عشان كده لا توجد منافسة بيني وبين باقي القروش على الغذاء، اقدر اكل كل الغذاء اللي انا عايزه. طيب بتعمل كمان تكيفات يا قرش الثور؟ قال انا عندي ميزة استراتيجية كده بعملها، بستخدم استراتيجية تخفي. ايه استراتيجية التخفي دي؟ قال لي بعمل حاجة اسمها التباين اللوني. يعني ايه تباين اللوني؟ قال لي بص انا بطني بيضاء، بطن ابيض وظهر اسود. طب دي هتفيد في ايه؟ قال لي انت لما تشوف المية من تحت، لما حاجة تبقى في المية من تحت وتبص لفوق بتشوف المية بتلمع بيضة، يعني هي حاجة جوه المية، اي سمكة جوه المية هتبص لفوق هتشوف المية بتلمع بيضة، فبطني اصلا بيضاء فمش هتشوفني، فهقدر اعمل تخفي. انما لو في سمكة فوقي بتبص للمية من تحت هتشوف المية سوداء،
وبرضو مش هتشوفني لان ظهري ايه اسود. عشان كده لا ارى وانا اسبح فين؟ في المحيط او في البحر، لا أرى أبدا. عشان كده بقدر أعمل تخفي بسهولة. طب ده تكيف تركيبي ولا تكيف سلوكي يا قرش الثور؟ قال لي ده تكيف تركيبي، لأن ده جسمي اللي هو كده، ده مش سلوك، ده تكيف تركيبي. طب بتعمل إيه كمان تكيف تركيبي يا قرش الثور؟ قال إن أنا عندي أسنان حادة، اقدر اقطع وامزق الفرائس بسهوله، فتبدا تبقى بالنسبه لي عمليه الاكل سهله واقدر اتغذى كويس. طيب بتعمل تكيفات سلوكيه؟ قال لي بعمل تكيفات سلوكيه. بعمل حاجه ان انا بصطاد ليل ونهار، بصطاد بالليل وبصطاد بالنهار. عشان ايه يا قرش الثور بتعمل كده؟ قال عشان الفرائس بتاعتي افاجئها. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجة من الفرائس تبقى عارفة ان انا بصطاد بالليل بس فتستخبى بالليل، ولا واحدة تانية نوع من السمك يبقى عارف ان انا بصطاد بالنهار بس فيستخبى بالنهار. لا، انا بصطاد في اي وقت، بصطاد ليلا ونهارا. ده تكيف ده تكيف سلوكي، هو سلوكه ان هو بيصطاد ليلا ونهارا. طب بتعمل تكيفات سلوكية تانية يا قرش الثور؟ قال انا بعمل تكيف سلوكي ان انا بصطاد وبتناول انواع غذاء مختلفة، يعني باكل انواع كثير من الطعام. ده زي ثعلب الفينيك وزي الثعلب القطبي. يعني انت ما عندكش مشكلة في نقص اي نوع من الغذاء لانك بتاكل انواع مختلفة. وده تكيف تكيف سلوكي. طب ده بيفيدك في بيفيدني ان انا ببقى على قيد الحياة، ان انا اقدر اكل اي نوع متوفر في اي وقت، فما عنديش مشكلة في الغذاء. عشان كده ده تكيف بيساعدني ان انا ابقى على قيد الحياة. هناخد مثال كمان يا ابطال سنة رابعة. الكائن اللي موجود في الصورة اللي ألوانه زاهية ديت وبراقة، ده نوع من أنواع الزواحف، اسمه حرباء النمر. حرباء النمر. طب ايه هي الزواحف؟ الزواحف دي زي زي السحالي، زي ما خدنا سحلية الصحراء، وزي التماسيح والثعابين. دي كلها اسمها مجموعة من الحيوانات اسمها الزواحف. الزواحف دي ايه اللي بيميزها عن بقية الحيوانات؟ في ميزة مهمة ان جسمها بيكون مغطى بحراشيف او قشور زي اللي في الصورة دي، مدببة كده زي التمساح كده. فده بيميزها عن بقية الحيوانات. حرباء النمر دي بقى حرباء بتعيش في الغابات الاستوائية. طيب ايه اللي بيخليك يا حرباء النمر الوانك جميلة وزاهية كده؟ قالت ان انا ربنا خلق لي حاجة في جسمي تخليني اعمل تخفي، ان انا اقدر اغير لوني. ازاي؟ ان انا بعيش في الغابات الاستوائية، والغابات الاستوائية دي مطيرة كلها شتاء وامطار، عشان كده كلها زهور ونباتات ملونة. فأنا باخد شكل البيئة اللي أنا عايشة فيها وتخفى بين أوراق الشجر الخضراء والأزهار الملونة. طب ده تكيف يا حرباء النمر؟ ده تكيف تركيبي، لأن ده موجود في جسمي، ربنا مديهولي وأنا بستخدمه. طيب إيه كمان التكيفات اللي بتعمليها عشان تبقي على قيد الحياة يا حرباء النمر؟ قالت لي بص للعيون بتاعتي. العيون بتاعتي بتعمل عندي عين أقدر أبص في اتجاه، والعين التانية أقدر أبص في اتجاه. يعني أنت مش زي بقية الحيوانات كل العينين بيبصوا مع بعض، لا، انا العين بتاعتي اقدر ابص في اتجاه والعين التانية تبص في اتجاه مختلف تماما. طب ده بيساعدك على ايه يا حرباء النمر؟ قالت لي بيساعدني ان انا اراقب الفرائس بعين، ادور على الغذاء، والعين التانية اتجنب المخاطر، اشوف لو في حد هيهاجمني ولا لا، فابقى مصحصحة كده طول الوقت. طيب ده تكيف يا حرباء النمر؟ طبعا ده تكيف تركيبي، لان العينين دي جزء من الجسم. طيب وايه كمان التكيفات اللي بتعمليها؟ انت شايف الاقدام بتاعتي عاملة زي 7 كده على شكل حرف في. طب دي بتساعد على دي بتساعد ان انا التصق بفروع وجذوع الاشجار، امسكهم كويس واتبت فيهم ما اقعش. طب ده تكيف ده تكيف تركيبي. طيب وايه الذيل الجميل الكبير ده اللي عامل زي زلومة الفيل ده؟ الذيل ده بيساعدك على يا حرباء النمر؟ قالت بستخدمه كاليد، زي الايدين كده، امسك بيه الاشياء. يبقى انا دلوقتي معايا معايا اقدام على حرف في، شكل حرف في، وذيل بستخدمه كاليد التي تمسك الاشياء. طب دي كلها تكيفات تركيبية، ما بتعمليش اي تكيف سلوكي؟ قالت بعمل.
طب ايه بتعملي ايه التكيفات السلوكية يا حرباء النمر؟ قالت انا ربنا ما ادانيش اسنان، لا املك اسنان ولا عندي مخالب اظافر ادافع بيها عن نفسي. طب بتحمي نفسك ازاي في الغابات الاستوائية المطيرة اللي مليانة حيوانات دي؟ قالت انا بعمل حيلة كده ان انا ابدو شرسة، اخوف الاعداء، اخيف اعدائي. ازاي؟ قالت انا بنفخ جسمي بالهواء، انفخ الجسم بالهواء فابدو اكبر حجما، يعني اللي يشوفني ما يقولش لا دي صغيرة، لا دي كبيرة، تخيف اعدائها. بس كده؟ لا، ده ايه؟ تفتح فمها واسعا. قالت انا بفتح فمي واسع بحس ان انا بان مخيفة اكتر. وايه كمان؟ قالت ساعة الخطر بغير الوان حراشيفي لالوان ايه تخيف الاعداء، الوان ايه شديدة كده، اللي يشوفني يخاف. طيب ده تكيف ايه يا حرباء النمر؟ ده تكيف سلوكي، لان انا ايه عملت كل الحاجات دي مش في جسمي، دي تصرفاتي. طيب يا ابطال سنة رابعة، نقدر بقى ان نعمل جدول كده ونحط فيه طرق التكيف بتاعت حرباء النمر، ونشوف مين فيهم التكيف السلوكي ومين فيهم الايه التكيف التركيبي. اول حاجة الالوان الزاهية. الالوان الزاهية دي حاجة ربنا خلقها في جسمها، يبقى تكيف تركيبي، بتستخدمها في ايه؟ انها تتخفى في للصيد والاختباء في وسط الازهار والالوان والنباتات الجميله. طيب الاقدام على شكل حرف في، دي برضو في الجسم بتاعها تبقى تكيف تركيبي. ليه؟ عشان تساعدها في التوازن والحركه، يعني تتنطط بين وتقفز بين فروع الاشجار وتمسك فيها زي القرود كده، زي في الصورة كده، فما تقعش. وإيه كمان؟ عينان تتحركان في اتجاهات مختلفة. طب دي تكيف إيه؟ دي تكيف تركيبي. ليه؟ بيساعدها في ايه في التكيف ده؟ بيساعدها على الصيد، ويساعدها كمان انها ايه تختبئ من اعدائها، بحيث انها تراقب اعدائها وتشوف لو في عدو جاي، عين بتراقب العدو وعين بتدور على ايه تبحث عن الغذاء. طيب الجسم المنتفخ، لا احنا عارفين ان ده تكيف سلوكي عشان اخافة الاعداء، وكمان معاه الفم المفتوح الواسع وتغير الالوان، كل دي ايه تكيفات سلوكية لاخافة الايه الاعداء. طب هو هنا بيجي يسألني سؤال بيتكرر، ماذا يحدث اذا اقترب حيوان مفترس من حرباء النمر؟ هتعمل ايه؟ اول حاجة هتنفخ جسدها زي في الصورة كده، ثم بتبدو اكبر حجما وتفتح فمها ايه واسعا. وايه اخر حاجة؟ وتغير الوان حراشيفها لتبدو شرسة وتخيف اعدائها. يبقى هي بتعمل 3 حاجات عشان تدافع ايه عن نفسها. تعالوا يا ابطال كده نختبر فهمنا ونشوف احنا فاهمين ولا لا. اكمل باستخدام الكلمات المعطاة: الجسم المنتفخ والفم المفتوح، أقدام على شكل حرف في، الحراشيف الملونة الزاهية، عينان تتحركان في كل اتجاهات. هنستخدم الكلمات دي قدام الجمل قصاد معانيها. تساعد على التخفي بين الأوراق الخضراء والأزهار الملونة. اللي بيساعدها على التخفي حرباء النمر الحراشيف الملونة الزاهية، ما هتستخبى جنب أزهار ملونة، يبقى لازم جسمها يبقى لون الايه الأزهار. رقم 2 تساعد على التوازن والالتصاق بجذوع الأشجار. طبعا دي أقدام على شكل حرف في علشان تقدر تمسك جذوع الأشجار بقوة وما تقعش. رقم 3 تساعدان على صيد الفرائس وتجنب الوقوع كفريسة في نفس الوقت. في نفس الوقت يبقى ايه؟ عينان تتحركان في اتجاهات مختلفة. رقم 4 يساعد على إخافة الأعداء والبقاء على قيد الحياة. إخافة الأعداء يبقى الجسم المنتفخ والفم المفتوح. وبكده يا أبطال سنة رابعة نبقى خلصنا الدرس الثاني في المفهوم الأول، وإن شاء الله بإذن الله نتقابل الفيديو الجاي في الدرس الثالث. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب.